زمالك ده وده اسمه كلام؟ يعني تنزل تكتاك للقلعه وهي بتفتح وتخلي الزملكاويه يا عيني يبتدوا يحلموا، واللي يقول لك خلاص ده فكوا القيد وحلوا ال9 قضايا وخلاص هيجيبوا صفقات، واللي يقول لك دي شكلها مدرب جديد، واللي يقول لك الارض خلاص هترجع، وقعدوا يا عيني يحلموا. يوم يطلع بقى التكتاك في الاخر عشان ايه؟ تمديد عقد الناشئ محمد السيد. طب ليه تكتاك؟ وليه باب القلعه يفتح اكن في حد جديد جاي من بره؟ طب ما هو كده كده قاعد جوه. ده انتوا لو قاصدين تخلوا الناس تحفل عليكم مش هتعملوا كده. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، ما تنساش تدعي اخواتنا واهلنا في فلسطين واهلنا في السودان وفي كل وطننا العربي، ربنا يفك الكرب عن الجميع يا رب. ما تنساش اذا عجبتك الحلقه تخبط اللايك، واذا عجبتك القناه وما كنتش اشتركت فيا ريت تشترك، ويلا بينا نبدا. قد ايه انا اتاثرت وانا بأمليه على حضراتكم وبقرا البيان مع حضراتكم والبوست. حقيقه بجد كلام مؤثر جدا وكلام طالع من القلب، حاسينه وصل لنا بجد. قد ايه بيبين ناصر ماهر انه متاثر وحزين وهو بيرحل عن صفوف نادي الزمالك، النادي اللي عشق من يوم ما دخله. اكيد اللي بيدخل النادي ده بيحبه في كل ظروفه، بيحبه تحت كل ظروفه وازماته، بيحبه لانه نادي الزمالك نادي مختلف. وده اللي ناصر ماهر ادركه وعرفه وقدره، وعرف قيمه جماهير نادي الزمالك واللعيبه اللي لعب معاها والنادي اللي كان بينتمي ليه. الراجل ده عرف بجد كل حاجه وادرك قيمه نادي الزمالك، فعلشان كده وهو ماشي حب يسيب اخر مشهد في الفصل ده من الحكايه يكون مشهد جميل، يكون مشهد راقي، يكون مشهد محترم. فالحقيقه انا بشكره من قلبي. يا ابن الايه يا ناصر، محدش قدك، ماشي من الزمالك خلاص ورايح للنادي المنافس وبيمسح اسم الزمالك باستيكه، ومع ذلك الاعلام الرسمي للزمالك بيشكرك على كل المنصات. يا ابن الايه. لا وكل كوم بقى، ورد فعل فرح علي ده كوم تاني كان لازم يتبروز لوحده. اختار ان هو يخرج من باب بيحترمه الجميع من بعد خروجه. رساله الوداع اللي كتبها وخلانا ان احنا نقراها النهارده اثرت في كل الزملكاويه، وكان بيقول فيها جماهير الزمالك داخل القاره وخارجها: اسمحوا لي اعبر عن حبي وعن احترامي ليكم، والله مش مجرد كلام. من اول يوم دخلت فيه النادي وانا حاسس ان المكان ده فيه حاجه تتحب. ليه ما اعرفش، يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها. وقرر انه يخرج من الباب الكبير، وده يخليك انك تقول له كويس قوي يا ناصر انك عارف قيمه اهم حد لعبته قدامه، وهو جمهور الزمالك اللي بيأثر قلب وعقل اي لاعب بيقف قدامه. اي لاعب بياخد كميه الحب والمشاعر والدعم اللي من جمهور الزمالك يخليك عمرك ما بتنساه ابدا، لانه اهم واوفى جمهور ممكن تشوفه في حياتك. ولو لف ودار بيك الزمن والعمر ولعبت في اي نادي تاني عمرك ما هتكون ابدا شايف الجماهير دي. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو ناصر لعب بالفعل في نادي تاني وجه نادي الزمالك، ما شفناهوش يعني بيقول الكلام ده قبل كده. فرح دي في حته تانية، تحسها كده خريجه مدرسه يوسف بيك وهبي، اداء مسرحي وهي بتتكلم مفيش بعد كده. بجد اضافه قويه جدا للصليط الرياضي، اقصد لقناه الزمالك. انا ما قدرش اتخيل التلفزيون من غيري، انا حطيت نفسي مكان الجمهور، ما اقدرش احرمهم من المتعه دي. المهم ان هي في اخر كلامها لازم ترمي على الاهلي، بتقول لك وهي متاثره قوي: ما شفناش ناصر ماهر بيتكلم عن النادي التاني اللي لعب فيه كده. طب ما تيجي كده يا فروحه نعمل سيرش ببلاش ونشوف ناصر ماهر قال ايه على الاهلي. بالنسبه لي الاهلي هو رقم واحد. النادي الاهلي زي ما بقول لك ده بيتي، ده اللي انا اتربيت فيه، ده اللي انا عشت فيه اكتر ما عشت مع اهلي. فانا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيتنا، فانا اختياري دايما هيبقى النادي الاهلي. ايه رايك يا فروحه؟ شفتي كان بيقول ايه على الاهلي؟ بس عادي الكلام ده كله ما يشغلناش. الصراحه هو عرف معاكم من اين تؤكل الكتف، من اول الموضوع بتاع ان الزمالك اساطير ده وانتوا اشتريتوا خلاص. بس برضه ده ما يشغلناش، احنا بنتفرج ونضحك. لكن بس اللي انا عايز افهمه يعني ايه اللاعب يروح من عندكم للنادي المنافس وبالرقم الهزيل ده وتحتفلوا بيه بالشكل ده؟ ايه جو العشق الممنوع ده؟ لو بيقول لك احنا ضحينا بناصر لبيراميدز عشان لعيبه الزمالك تعيش. اما هو بيراميدز منافس، ما طلعتش ناصر الخليج ليه مثلا؟ انت ما رضيتش تبيع زيزو للفريق الخليجي ب 7 مليون دولار خوفا من انه يرجع الاهلي. 7 مليون دولار دول كانوا ممكن يخلوك في حته ثانيه، كانوا هيحلوا كل مشاكلك. تقوم تبيع ناصر لمنافس مباشر ب 60 مليون وتقول عشان يفك لي زنقه. طب على كده بقى لو الاهلي عرض عليك 150 مليون في حسام عبد المجيد هتبيعه له؟ لا طبعا لا، لان زي ما بنقول انتوا بتكرهوا الاهلي اكتر ما بتحبوا الزمالك، وما عندكوش مشكله الزمالك يخسر كل البطولات، بس اهم حاجه الاهلي ما يكسبهاش، مش مشكله اي حد تاني، اهم حاجه الاهلي ما يكسبهاش. وناصر ماهر ده اللي انتوا بعتوه بكل سهوله لبيراميدز عشان عارفين الاهلي مش محتاجه ولا عمره هيفكر فيه. لكن لو ناصر ماهر ده كان هيتباع لنادي تاني ب 200 مليون وانتوا عندكم شك 1% انه ممكن يروح الاهلي، مش هتبيعوه حتى لو الزمالك ده بعدها هيفلس. انما بيراميدز ده حبيبكم عادي، ولا بيفضي الزمالك ولا اللي بيروح له بيبقى جعان. مفيش حاجه ابدا،
طبعا بتاعت ممدوح. طيب طبعا بتاعت ممدوح. المهم بقى الفرح والكل الشله وهم فرحانين بناصر ماهر وبكلامه على الزمالك وان ده مكسب كبير جدا. عايزين نفكرهم برضو ان في لعيبه ومدربين تانيين كانوا بيتكلموا عن اسوأ معامله شافوها مع الزمالك. انتوا بالصلاه على النبي كده اخدتوا امبارح 10 ايقاف قيد، ده انتوا المفروض بقى المره الجايه تحطوه على التيشيرت بتاعكم، ده لقب جديد ينضم لالقابكم، ده من اهم القابكم. 10 قضايا ايقاف قيد يا جحدين. وطبعا كل رفع قضيه ده من حبه في الزمالك. طب نيجي بقى للنادي الاهلي ومن وجهه نظري دي حاجه غريبه جدا. انا كنت سمعت قبل كده وكلام كتير اتقال عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي ما بيشتريش لعيب. يعني ايه المبادئ بتاع النادي الاهلي؟ بتقول لا مش هنشتري لعيب شتم النادي قبل كده او شتم رموز النادي. اكتملت السيمفونيه زي ما بيقول الزملكاويه، وان انضم احمد عيد لاعب النادي المصري والزمالك السابق الى النادي الاهلي لتكتمل الثلاثيه امام عاشور احمد عيد ياسين مرعي، الثلاثه اللي عملوا الاغنيه في ملعب النادي الاهلي وفي اوضه اللبس بتاع النادي الاهلي. فمحدش بقى والنبي يجي يقول لي مبادئ تاني، اللي هيجي يقول لي مبادئ تاني يعني ايه معلش يعني يريح شويه. ايه يا الرزاله اللي انت فيها دي؟ انا مش عارف ايه الناس دي، سايبين بلاويهم وناديهم اللي هيقفل ومتفرغين بس للكلام على صفقات الاهلي. الله الناس دي ازاي؟ لا وكلهم شغالين على نفس السكريبت. الاهلي كمل السيمفونيه، الاهلي جاب اللاعب الثالث بعد امام وياسين اللي هو احمد عيد، وعلى فكره ياسين مرعي ما كانش معاهم بس مش مشكله، بس الفكره ان هم بيرددوا نفس الكلام سواء على صفحاتهم او في اعلامهم الرسمي او في الاعلام اللي عامل محايد. عشان انت اوريدي اشتريت قائد الاوركسترا، مش هتشتري اللي كانوا بيغنوا وراه. كابتن ايمن لما حصل قائد الاوركسترا هو امام اللي كان ماسك السيمفونيه. فانت اشتريت امام، مش هتشتري احمد عيد بتاع. يعني بصوا انا ولا هدافع عن تعاقد الاهلي مع احمد عيد او مع عاشور او مع اي حد، لان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده 100 مره قبل كده، ولا هتعب نفسي مع ناس لو قعدنا نشرح لهم من هنا للسنه الجايه هيفضلوا زي البغبغانات يرددوا نفس الكلام. لكن انا بس عايز اقول لهم حد غيركم يتكلم. شوف شيكابالا عمل معاكم ايه كام مره وعملتوا منه اسطوره في الاخر. افتكروا كهربا لما تفع الجمهور وتاني ماتش لعب عادي. حاجات لو اتعملت من لاعب وهو جوه النادي الاهلي كان مشي مطرود. يا راجل ده انتوا رئيس النادي بتاعكم كان كل يوم يطلع جمهور النادي بتاعه مسرح على قناه النادي وكان بيقول عليه كلام بقى انا ما اقدرش اقوله هنا، وفي الاخر كنتوا بتقولوا عليه الاسد ودلوقتي بتتمنوا انه يرجع. انتوا مين بقى عشان تتكلموا؟ مش كفايه ان اللعيبه دي لما عملت كده كانت عندكم انتوا، يعني بتمثلكم انتوا، بتمثل اخلاقكم، يعني المفروض اساسا تتكسفوا على دمكم وما تجيبوش سيره الموضوع ده، مش كمان تعايرونا احنا بيه. ناس جبلات معدومين الاحساس. سيبك بقى من عبط اللجان البيضاء ده والافلاس اللي هم فيه لدرجه ان هم بقوا خلاص متفرغين بس للكلام على الاهلي. لكن خلونا ناخد كده دي حكايه من ايمن عبد العزيز اللي لا اساسا بيعترف بالفنيات ولا بالنفسيات ومش عارفين هو اساسا بيطلع ليه في البرامج. فتعالوا نشوف بقى رايه في امام عاشور بتاع الاهلي ولا بتاع الزمالك. مين اللي فنيا اعلى من اي حد؟ مين اللي فنيا اعلى من اي وقت؟ امام عاشور. لا امام عمره ما كان اعلى في النادي الاهلي من الزمالك. في ناس انا اساسا مش بستغرب لما بسمع منهم اي حاجه، خصوصا نوعيه ايمن عبد العزيز ده. بقى امام عاشور الزمالك اعلى من امام عاشور الاهلي؟ روح يا شيخ وتعالى بسرعه. النهارده ارني سلوت المدير الفني لليفربول بيقول تصريحات بعد تعثر ليفربول في الدوري الانجليزي 3 مباريات على ما اذكر تعادل. قال لك انا مفتقد محمد صلاح مع ليفربول، فبالتالي يجي واد تافه يطلع في برنامج ولا تبص على تاريخه، هو اصلا ملوش تاريخ، يعني هو مش لاعب كوره اساسا. العيال المغرضه هي اللي هتلاقيها كل مره تجري على المطار او تجري او هتلاقيهم على السوشيال ميديا، ومعروف جدا جدا ان لما بيحصل حاجات من دي بتبقى مدفوعه من مين. وفي رغم ان في لعيبه لعبت اساسيه في المنتخب ومحدش جه جنبها او محدش انتقدها. اقصد هنا بمعنى ادق وبوضوح شديد جدا احمد سيد زيزو اللي لم يظهر بمستواه نهائي في افريقيا الى جانب محمود حسن تريزيجيه. بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني بعيدا عن تعريضك لصلاح، بعيدا عن استخدامك كتير لمصطلحات زي عيل تافه وشويه العيال والعيال دي، حسسنا انك قاعد في غرزه مش في برنامج. ولكن يعني ايه الجان مدفوعه عشان تهاجم صلاح عشان تشيله الليله بدل زيزو وتريزيجيه اللي كان مستواهم وحش؟ يعني كده بقى زيزو وتريزيجيه هم اللي دافعين؟ طب اللي هو دافعين لمين؟ واحد زي الشابوني مثلا انت بتلقح عليه وبتقول عليه ان هو عيل تافه؟ ما هو اللي اتكلم عن صلاح والفيديو بتاعه كان مسمع وما لعبش كوره قبل كده، اكيد قصدك على الشابوني. الشابوني الزملكاوي هيكون قابض مثلا من زيزو وتريزيجيه عشان يهاجم صلاح يصفر؟ ايه انت واخد الدنيا من ورا ولا ايه؟ واخد على المشقلب؟ بجد انا مش عارف الناس دي بقوا صحفيين او اعلاميين ازاي. والمشكله ان هم حاسين نفسهم في مكانه غير الناس العاديه. كل ما حد يقول رايه يقول لك ده لجنه، ده قابض،
ده تافه. يا عم ده انتوا ولا اخبار صحيحه ولا رؤيه ولا بتعرفوا تحللوا ولا حد طايقكم اساسا. لولا شويه الفرقعه والهبد اللي بتطلعوا بيه مسرح ده ولا حد كان هيعرفكم. انتوا عاملين زي الافلام الهابطه اللي بتتشاف بسبب صوره لا مؤاخذه عريانه محطوطه على الافيش، لكن اوعى تفتكروا انكم حاجه اساسا. عالم رمم. قبل 24 ساعة من مواجهة الأهلي مع يانج أفريكانز، الأهلي هيظهر بشكل مختلف، شكل أفضل، تعاقدات جديدة طبعا مش هيتم الاستعانة بيها في البداية. لكن أولا رأيك في التعاقدات اللي الأهلي عملها لغاية دلوقتي بالعمري، أحمد عيد بيكمل المسيرة، إمام عاشور، ياسين مناعي، زيزو، الأسماء اللي انضمت مؤخرا للنادي الأهلي، إلى جانب كمان اشمعنى يعني ربطته بإمام عاشور؟ الأربعة كانوا بيلعبوا بالزمالك بس هو جاي من مصر يعني عادي بقى زمالك يعني. لا اله الا الله. ماشي. انا تمام. انت يعني افتكرت على حاجه معينه؟ انت لا انا بتكلم فنيا. يا ساتر ميزز. نفس التلميح السخيف بتاع شويه اللي جاي. بيقول لك احمد عيد بيكمل المسيره وهو طبعا قصد السيمفونيه، وعايز ياكد على فكره ان الاهلي بياخد نفس لعيبه الزمالك، مع ان كل اللعيبه دي الاهلي خدها بعد ما سابت الزمالك باستثناء زيزو. لكن اللي زي الاصفر ده طبعا المايسترو بتاع الاعلام الابيض لازم دايما يرسخ فكره ان الاهلي بياخد لعيبه الزمالك. طب الزمالك لما ياخد لعيبه الاهلي ما تركزش عليه، بيراميدز لما ياخد لعيبه الزمالك ما يركزش عليه، الاهلي دلوقتي لما بيبقى داخل اي صفقه بيراميدز داخل عليه فيها برضه ما يركزش على الكلام ده. هم بس يركزوا على طريقه تعاقدات الاهلي اللي كل الانديه بتعملها عادي. يقول لك بص الاهلي بيدمر الكوره، بص الاهلي بيفرغ الانديه، بص الاهلي بيحارب الزمالك. لكن بيراميدز ده اللي خد سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه غصب عن عين الزمالك ومجانا عادي، برضه حبايبه وبرضه بيبيعوا له اللعيبه وهم في منتهى السعاده وبشكل مباشر. لكن الاهلي يشتري لاعب الزمالك باعه من سنين يقول لك شوف الاهلي مش شايف غير لعيبه الزمالك. هتكم البلا. بص بهدوء ويسر لما قد يحدث الفتره الجايه في الزمالك. خصوص الارض لا، بخصوص الفريق لا، بخصوص مشاكل اداريه لا يا راجل. في حاجه واحده بس اللي انا اعتبرها دليل الفشل الكامل، يعني ممكن يبقى تعتبر ان جزء من اداره الزمالك عندها مساحه من الفشل وتاخد وتدي فيه، في ناس تبقى شايفاها لا، الظروف اللي ادت، المشاكل اللي قبل كده، الموارد القليله، يعني ممكن تديهم مبررات. الا في هذا الموضوع، موضوع ايه ده اللي هيكون دليل على فشل المجلس غير الارض وايقافات القيد ده؟ ايه الاهم من كده؟ ايه هو الموضوع اللي انت مديله مقدمه قد كده ده؟ ما تنجز يابا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الموضوع ده اللي انا قلت لكم عليه انه الاقرب ان الزمالك هيخسر قضيته بتاعه زيزو. نعم. يعني انت شايف ضياع الارض عادي، ايقاف قيد ل10 مره ورا بعض عادي، لعيبه مش لاقيه تقبض عادي، وبيبيعوا اللعيبه عشان ياكلوا الفريق عادي، والنادي قرب يفلس او تقريبا هو فلس عادي، والصوره الذهنيه بقت في الحضيض عادي. لكن يخسروا قضيه زيزو في اتحاد الكوره ده يبقى هو دليل الفشل. اللهم صل على النبي. وطبعا عشان زيزو راح الاهلي ده بالنسبه لكم طار ولازم يتاخد، لكن اي حاجه تانية مش مشكله، بسيطه. دي نظريه ناس بتوع بليله. لا بتوع بليله، ما تكبخش بقى، بتوع بليله. لا وبص بقى القناه ومقدمين البرامج فيها اللي عايشين في كون موازي. اشاعات كتيره طلعت تتكلم وبتسبق بالكلام عن القضيه بتاعه احمد سيد زيزو، وانه نادي الزمالك دايما بيقدم ورقه ومستنداته لاتحاد الكوره والجهات المسؤوله اللي مسؤوله عن الفصل ما بين نادي الزمالك واحمد سيد زيزو في القضيه والشكوى المقدمه، عشان خاطر نشوف مين الغلطان. وبيني وبينكم يا جماعه الموضوع غريب جدا. ليه بقى؟ لانه انت دلوقتي لما تفكر كده ان لاعب زي احمد سيد زيزو لاعب كانت طلباته دايما في التعاقدات كبيره جدا، ووالده كان لا يدخر وسعا يعني في ان هو دايما يقول يسعى لاكبر مكسب لابنه، وفي النهايه نادي الزمالك كان مش بيبخل على اللاعب بما يتناسب مع قدرات النادي وما يتناسب مع قدرات اللاعب وكل الامور دي، لان الموضوع كان الزمالك كان مش بيأثر ابدا في النقطه دي. فباي عقل يعني ممكن تتخيل ان نادي الزمالك يقعد سنتين ولا اكتر ما يديش مستحقات اللاعب؟ لا شيء. بيقول لك باي عقل ممكن تقتنع ان الزمالك يقعد سنه ولا 2 ما يدفعش الفلوس؟ انت بتتكلم بجد يا عطا؟ امال ال10 قضايا ايقاف قيد دول ايه؟ اللعيبه اللي بتفسخ عقودها دي بتفسخها ليه؟ انت عايش معانا في نفس الكوكب ولا ايه النظام بالظبط؟ يا فرحه امك بيه، يا ريتك اتجاب الدكر بط احسن. لا وبص الحته الجامده دي بقى، اسمع. وبيني وبينكم انا بتكلم عن الموضوع من ناحيه اخلاقيه شويه كمان. هو لو احنا احيانا في الكوره وفي غير الكوره احيانا حد بيحاول ان هو يبعد حاجه عنه، يبعد الصوره عنه عن مشكله معينه، فبيبدا ان هو زي ما تقول لك ايه اضرب تلاقي او هاجم عشان بدل ما تضطر ان انت تدافع. بس في موضوع الفلوس ده يعني انا بشوف ان الواحد يدور على حاجه اكتر من حقه او يدعي ان هو ما خدش فلوس، ده بالنسبه لي امر غريب جدا. يعني هو خلاص كده افترض ان زيزو بيدعي ان ما خدش فلوسه من الزمالك، بيقول لك هو واخد حقه تالت ومتلت، واللي بيعمله ده عليه علامه استفهام اخلاقيه. ازاي لاعب اخد فلوسه وحقه تالت ومتلت؟ ده كلام عطا، يعني الزمالك بيدي كل واحد حقه، فازاي زيزو طالب بحقه
حقه تاني، ده حتى يبقى عيب. والمهم بقى ان نفس القناه دي بنفس الاعلاميين دول كانوا بيطلعوا يسقفوا للجمهور لما كان بيهتف باسم مرات زيزو في الملعب، ما قالش ولا عيب ولا حرام ولا فين الاخلاق. جمهور واعلام كله عمال يهاجم اللاعب ويقطع فيه من ساعه ما مضى الاهلي بالفاظ نابيه والقاب سافله، وسيره اهل بيته تيجي، كل ده عادي ومبرر، وكبار لاعبي الزمالك يبرروه بمبررات يعني حاجه اعوذ بالله. لكن زيزو بقى يرد على كل ده وانه يطالب بحقه المادي مع ناس كمان اهانته يبقى غير اخلاقي، وده عايز يقنعنا ان هو واخد حقه تالت ومتلت. يا اخي ده اللي انتوا فيه ده مش من فراغ، ده كفايه زيزو وكهربا قبله. يمهل ولا يهمل. النادي الاهلي النهارده بيقدم اداء باهت برغم الفوز، لان المفروض ان هو مفيش حجه. طبعا انا هختلف غير الناس اللي هتطلع تطبل والناس اللي هتطلع وتقول لك اصل النادي الاهلي بقاله شهرين ما بيلعبش ومش لا ده لا ازاي يعني؟ ده كلام برضه. المفروض بعد غياب شهرين والمطحنه بتاعت افريقيا اللعيبه راجعه منها المفروض يجوا يطلعوا نار من بقهم. نايل كمل. ده انت معاك 9 لعيبه ولا 10 لعيبه سواء بيلعبوا في منتخب مصر غير ديانج وغير بن رمضان، فلما يلعبوا النهارده المفروض يورونا اداء قوي جدا، يورونا اداء ان هم كانوا شايلين منتخب مصر، انما بالشكل ده اقسم بالله ما يعني ها اللي تقدر تقول عليه النهارده واقف على رجله رقم 1 محمد هاني، رقم 2 مصطفى شوبير، رقم 3 يجي امام عاشور. محمد هاني افضل لاعب طول المباراه سواء في التسليم، التسلم، الشوطه اللي شاطها وجت من فوق المقص، الكروس اللي عمله في الجول الاولاني اللي هو كروس زي ما بيقولوا كده، وقف على الكوره وبص لقى تريزيجيه حطها له بين الحارس وبين المدافع. تريزيجيه طبعا بيتميز بحته ان هو بيسرق الخطوه دي. هنا بقى الكروسات اللي تقدر تقول احنا جايبين واحد ب 200 مليون جنيه عشان يعمل كروسات ولا كروس مظبوط. محمد هاني اللي هو ب 3 مليون جنيه ولا ب 5 مليون جنيه الكروس بتاعه مؤثر اكتر يعني. ولكن هنقدر نقول ان تريزيجيه خطف المباراه، قدر ان هو يخلي الاهلي اول مجموعته. علامات استفهام كتيره بقى على زيزو وعلى بقيه اللعيبه اللي هي المفروض ان هي كانت شايله منتخب مصر وهي ما شالتوش. انت ايه؟ انت شغال في ايه؟ يعني ده سؤال يعني، ما الراجل اعترف قبل كده يعني هجاص، يعني عمال تلف وتدور وتهري في اي هاري لمجرد انك عايز تبين بس او عايز تقول ان زيزو اللي مش عارف بكام مش عارف يعمل كروس عدل. وادي لعيبه الاهلي اللي بتقول ان هي شايله المنتخب، شوفوا مستواها عامل ازاي مع الاهلي. من كلامك كده هو ده كل الهدف من الفيديو، صح بس حنكه اخر الغرض مرض. يعني الهجاص ده لما زيزو يعمل اي عرضيه حلوه سواء من كورنر او هو متحرك يقول لك انتوا دافعين فيه قد كده عشان بس يعمل عرضيات، مع ان عادي يعني ان احنا ندفع فيه فلوس عشان عرضيات، انتوا كده طالما باسيستات. المهم هو نفس الشخص اللي كان بيطلع يتغنى بعرضيات صلاح مع المنتخب يقول لك دي حاجه عظيمه من لاعب عالمي. هو ده الهجاص، واغلب الاعلام الابيض اللي كل تحليلهم مبني بس على التقليل والتشفي من لعيبه الاهلي. بيقول لك بقى ان هم دول اللي بتقولوا عليهم شايلين المنتخب، فاحنا ما بقناش نستغرب من كلامك. انت بالنسبه لنا الماده الخام للضحك، نتفرج عليك نقعد نضحك نضحك. طبعا بنبارك للاهلي فوز مهم وتصدرنا بيه المجموعه بعد عوده من غياب فتره كبيره. المستوى لسه ما وصلش للاداء اللي بنطمح ليه، لكن طبيعي بعد الغياب ده الدنيا ما تبقاش احسن حاجه. امبارح الشوط الاول ما كانش افضل حاجه، لكن الحمد لله قدرنا نسجل، والشوط الثاني ظهرنا بشكل افضل كتير، مش عشان الفرقه الثانيه فتحت خطوطها بس، لا كمان من ناحيه الانتشار والاستلام والتسلم الشكل العام كان افضل. ومن مكاسب امبارح مصطفى شوبير اللي نجح في التصدي لاكتر من اختبار صعب. امبارح كمان اتدفع بصفقتين من الجداد، مروان عثمان اللي شارك من بدايه اللقاء واحمد عيد اللي شارك في اخر دقائق. ربنا يوفق صفقات الاهلي الجديده وتكون اضافه للفريق. ولكن بقى ويا ريت يتسع صدر الناس شويه، مش هنقدر ننكر ولا نتغافل غضب كتير من جمهور الاهلي. جمهور الاهلي اللي هتف امبارح هتاف ليه دلالات كتير، تعالوا نسمعه مع بعض. يا خطيب انت ومنصور فين وعودكم للجمهور؟ الحقيقه غضب مشروع من جمهور اتوعد كتير ان الفتره اللي جايه هتكون مختلفه، لكن جت فتره الانتقالات بقى اللي احنا قلنا من اول ما هتتفتح هنلاقي الدنيا جاهزه، لكن لقيناها زي معظم فترات الانتقالات اللي فاتت، تحس ان هم بيتفاجئوا، مفيش خطه، مفيش لعيبه جاهزه، مفيش سريه. والجديد بقى ان بيراميدز بقى بياخد الصفقات اللي انت بتتكلم عليها، والجديد كمان الناس من قريبين زي فارس والاتربي واسامه ابتدوا هم كمان ينتقدوا ملف اداره الصفقات. ده يا جماعه بيدينا اشاره مهمه ان الدنيا مش افضل حاجه، وده الحقيقه واضح من فتره. انت بيبقى كل الناس عارفين المدير الفني ماشي، لكن بنحس برضه ان المجلس بيتفاجئ ومش بيكون عامل حسابه في البديل. عندنا مشكله في راس الحربه من بدايه الموسم، يجي موسم الانتقالات نقول بقى اكيد جاهزين، نتفاجئ ان هم ولا مجهزين ولا محضرين حاجه. خسرنا دوري ابطال افريقيا وكان معانا توفيق كبير الحمد لله ان احنا نحسم الدوري، قلنا بقى هنعمل صفقات تعوض الدنيا، ولا عملنا صفقات صيفيه عدله، والشتويه لحد دلوقتي كلها سد خانه، بدليل ان هم ما عملوش على اي صفقه تقديميه تيك تاك واحد عشان هم عارفين ان هي صفقات سد خانه. فغضب الجمهور مشروع. عموما بنتمنى في الكام يوم الجايين دول على الاقل نحسم اهم ملف وهو ملف المهاجم، اللي اكيد هو عامل مؤثر جدا في حصد البطولات. استرها معانا يا رب. بس كده دي كانت كل حاجه معانا النهارده. كان معاكم محمد كمال، ومصطفى هو اللي كاتب سكريبت الحلقه كله النهارده، انا ما كتبتش حاجه، انا طلعت بس عشان هو ما كانش موجود. بس نشوفكم في حلقه جديده، السلام عليكم.